السلام عليكم، يا مرحبا. واحد العديد من الناس كيرسلوني عبر الانستغرام او الفيسبوك او كيكتبوا لي في التعليقات على طريقة الشحن ما بين المغرب ومصر او ما بين مصر والمغرب. يعني كيفاش نسرد شي حاجة ثقيلة، شي هدية، شي وريقات، شي بضاعة مثلا شريت شي حاجة من مصر كيفاش نجيبها، او شريت شي حاجة من المغرب كيفاش نجيبها. لابد نعرفوا ان المغرب ومصر ما عندهمش واحد الانفتاح اقتصادي كبير، مع ان كاين بزاف ديال رجال الاعمال المغاربه مستثمرين في مصر وبزاف ديال رجال الاعمال المصريين مستثمرين في المغرب. ولكن كاين بزاف ديال الامور ما فيهاش انفتاح، بحال مثلا الا بغيتي تحول الفلوس ديالك من المغرب من مصر او من مصر للمغرب كيطلبوا لك صلة قرابة. لازم أو لابد تكون عندك واحد صلة قرابة ما بين الشخص اللي غادي يتصرف الفلوس سواء من المغرب أو من مصر. فلهذا كتلقى الجاليتين، الجالية المغربية المقيمة في مصر أو الجالية المصرية المقيمة في المغرب، كيلتجئوا التبادل، يعني عن طريق التبادل. مثلا واحد يعطيك الجنيه في مصر وانت تعطيه الدرهم في المغرب، فهذه هي الطريقة الوحيدة والأسهل ما بين الجاليتين. اما بالنسبه للشحن ما بين المغرب ومصر، كاين واحد العديد ديال الطرق ايضا اللي كيلتجئوا اليها المغاربه المقيمين في مصر او المصريين المقيمين في المغرب، او شي واحد مغربي شرا شي بضاعه من مصر بغى يبيعها في المغرب، او مصري بغى يشري شي حاجه من المغرب بغى يبيعها في مصر. فعاوتاني كاينه طرق واحده اخرى كيلجؤوا ليها، لان الشحن ما بين المغرب ومصر غالي جدا. فمن الطرق اللي ممكن ايضا تعامل بها عن طريق الشحن ايضا هو ترسل وزن مع شي واحد مسافر من المغرب لمصر وتخلصوا عليه. يعني مثلا تعطيه مثلا 10 كيلو ديال شي حاجة، هو ياخدها منك في المغرب ويوصلها لك للشخص اللي انت باغي توصله، ولكن كتخلص له واحد النسبة قليلة، مثلا 60 درهم للكيلو أو 100 جنيه للكيلو، وهو كيوصل لك. يعني كيكون عنده واحد الوزن متاح ما بين المغرب. هو كيكون عنده واحد الوزن متاح في السفر ديالو، فانت داك الوزن كتشريه منه، يعني هو كيجيب لك داك البضاعة أو شي حاجة انت باغي تسردها. وكذلك نفس الحاجة الا كان شي واحد ماجي من مصر غادي للمغرب، عاود تاني ممكن تعطيه تشري منه الوزن اللي عنده اللي متاح عنده يسافر به، كتشريه منه بحد سعر معين وكيوصل لك البضاعة من مصر للمغرب. هذه طريقة من الطرق اللي كيلتجئوا ليها المغاربة والمصريين في الشحن. وكاين اما لو بغيتي تسرد بشكل مباشر، يعني عن طريق البريد او عن طريق شركة الشحن، فكيكون غالي بزاف، لان الجمارك كتخليهم يخلصوا مبالغ كبيرة بزاف. وعندك من البريد المصري رائع جدا، الا بغيت تسرد عن طريقه اي حاجة وريقات او شي حاجة، رائع جدا كيوصل الحاجة حتى للباب. اما البريد المغربي تعاملت معه مره واحده ما وصل لي حتى شي حاجه، فين ما كنت كنقول له كنتصل بهم كيقولوا لي سردناها وسردناها وضيعوا لي الاوراق وما وصلوش. فلهذا الا بغيت تسرد شي حاجه من المغرب لمصر كتمشي لشركات الشحن، بحال مثلا دي اش ال. دي اش ال رائعه جدا في الشحن، ولكن غاليه جدا جدا. يعني مثلا اللي عطيتها غير شي وريقات بسيطه جدا ممكن تخلص عليهم واحد 700 درهم ولا 1000 درهم، فما بالك إلا شحنتي عن طريقها أوزان، فأكيد هتخلص الآلاف. ونفس الحاجة البريد كيكون أرخص شوية، البريد المصري أو البريد المغربي. البريد المصري زوين ورائع وكيوصل الحاجة في أمان حتى الباب عندك في المغرب. واما بالنسبه لو بغيتي تسرد من المغرب لمصر او من المغرب لاي دوله حول العالم، تستعمل شركات الشحن اللي هي مثلا دي اش ال او العديد من الشركات. لكن احسن شركه اللي تعاملت معها في امور الشحن هو دي اش ال. فلهذا طرق الشحن ما بين المغرب ومصر هي تشري الوزن من شي شخص مسافر من مصر للمغرب او من المغرب
المصراء بسعر جد مناسب ليك وليه هو أيضا. وكيف ما قلنا الطريقة الثانية كتلجأ يا اما البريد المصري تسترد منه ولكن كتخلص غالي، أو شركة الشحن اللي هي DHL أو شركات أخرى وكتخلص أيضا غالي جدا. هذه هي الطرق المتاحة ما بين المغرب ومصر في الشحن، ما كاينه حتى شي طرق واحدة أخرى. وكاينه مثلا ممكن عن طريق البحر، يعني في السفن، ولكن كتكون غالية بزاف ولازم تاخد شي حاجة كبيرة بزاف، يعني بضاعة كبيرة ممكن تكون بالملايين باش يجيبوها لك من مصر للمغرب أو من المغرب لمصر، لأن كيف ما قلنا ما كاينش واحد الانفتاح اقتصادي كبير ما بين المغرب ومصر. يعني الناس اللي مستثمرين ما بين المغرب ومصر كيتعاملوا مع بعضياتهم وبطرقهم الخاصة اللي كيوصلوا بها أي بضاعة. أما بالنسبة كمواطنين مغاربة أو مصريين اللي كيبغيو يسردوا شي حاجة ثقيلة أو شي حاجة، فهنا كيلقاو مشكلة، أو يدفع بزاف ديال الفلوس باش يوصل أي حاجة بغي يوصلها للمغرب او المصرا. فكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. اي واحد بغى يسول على شي سؤال يسول يكتبوا لي في التعليق وان شاء الله نجاوب عليه. واي واحد شاف الفيديو ما ينساش يشترك في القناه ويتفاعل باش ننزل لكم شي حاجه مفيده تفيد هاد الجاليتين، لانكم صراحه كتبخلوا بزاف ديال الناس كيشوفوا الفيديو وكيستافدوا، مع ان هاد المعلومات هادي اقسم بالله ممكن تدفع عليها بزاف ديال الفلوس وما تلقاهاش. هاد المعلومات هادي مهمه جدا، شحال من واحد ما كانش عارفه فدفع بزاف ديال الفلوس ومن بعد عرف عاد فهم القضيه كيفاش غاديه ما بين المغرب ومصر، وندم علاش ما سولش وعلاش ما بحثش. فهاد المعلومات هذه مهمه جدا، فالدعم ديالكم مهم جدا ليا باش نستمر ونوصل لكم اي معلومه بين الجاليتين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.